ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني في البيت بطريقه سهله قوي وطعمها فظيع بجد، تستاهل ان انتوا تجربوه. اكله كده ما بتاخدش 10 دقايق مننا، يعني مكوناتها وتحضيرها مش هتاخد اكتر من 10 دقايق. تعالوا نشوف عملناها ازاي بطريقه سهله قوي وبسيطه. انا عندي الكبده بتاعتي محضراها، حطاها في الفريزر، بصوا زي ما انتم شايفين متلجه، وده بيسهل عليا ان انا اقطع الكبده بتاعتي بالطريقه اللي انا عايزاها. الكبده بقى عايزين تقطعوها شرايح طويله، عايزين تقطعوها مكعبات، دي بتاعتكم انتوا. انا بدات اقطعها كده شرايح زي ما انتم شايفين، وهي متلجه سهله جدا ومش هتاخد مننا ثواني في التقطيع. انا قطعت الكبده بتاعتي بقى، الكبده بتاعتي خلاص بقت جاهزه. عندي بقى بوله فاضيه، ودي خطوه بالنسبه لي مهمه جدا، ان احنا واحنا بنعمل الكبده حاسين بريحه زفاره او اي حاجه مش بتحبوها، هنبدا نضيف عليها نص كوبايه لبن. خطوه مهمه جدا في الكبده وبتفرق جدا في طعمها. انا بدات احط اللبن وهسيبها في التلاجة تقريبا حوالي ساعه، هتطلع اي ريحه انتوا مش حابينها في الكبده. هبدا بقى اشطفها كويس جدا. محضره عندي معلقه زيت كبيره، هبدا انزل بيها الكبده بتاعتي بعد ما شطفتها خلاص. بدات انزل بيها على الزيت بعد ما سخن، واحاول ما اقلبش الكبده كتير، يعني اول ما تبدا تغير لون هبدا اقلبها. عندي بقى حوالي 3 فصوص ثوم مفرومين ناعم. الكبده بصوا خلاص بدات تدخل على سوا. الكبده من الحاجات اللي ما بتاخدش في التسويه اكتر من 5 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي. حطيت الثوم بتاعي المهروس، نحاول نبقى معلين النار كويس عشان ما تنزلش ميتها. بديها تقليبتين كده. عندي بقى عصرة ليمونة. انا محضرة فلفل مقطعاه شرايح سبايسي وعادي، اللي ما بيحبش السبايسي ممكن يستغنى عنه، بس مش هيدي طعم، يعني انا مقطعه واحد بس فمش هيدي طعم او سبايسي جامد قوي في الكبده. بدات اضيف بقى الفلفل بتاعي. خلاص هي الكبده كده خلاص استوت، فاحنا بس يا دوبك بنحط بقى الحاجات التوابل بتاعتها والتحابيش بتاعتها زي ما بيقولوا. اضيف بقى التوابل بتاعتي. توابل الكبده مش محتاجه توابل كتير خالص، هي يا دوبك كمون وكزبره والملح بتاعي وسنه شطه طبعا للي بيحب، دي اختياريه. وكده الكبده تبقى جاهزه معايا. عايزه ادي للكبده لون بقى حلو، نحط نص معلقه صغيره دبس رمان، بتدي لون حلو وطعم حلو قوي. واخر حاجه بقى عشان الكبده بتاعتي ابدا اكلها، عندي بقى نص معلقه كده مليانه سمنه، سمنه بلدي. طبعا برضو دي اختياريه، لو حابين مفيش مشكله، مش حابين مفيش مشكله برضو، بس بتدي طعم حلو قوي للكبده بتاعتي. وكده الكبده تبقى جاهزه معايا. عايزه اقول لكم بقى مع فينو حلو قوي، مع عيش مفيش مشكله، شويه سلطه طحينه وبالف هنا. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، مستنيه رايكم وكومنتاتكم، وان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير.